السلام عليكم. هنعمل النهارده مع بعض عصير فراولة، بما ان احنا في الصيف والجو حر ومحتاج كل شويه كده عصير او ايس كريم او حاجه ساقعه. فهنعمل النهارده عصير الفراولة بطريقه مميزه جدا ومختلفه جدا عن اي طريقه تعرفوها، يعني حرفيا هتنسوا اي طريقه تانية وهتعتمدوا الطريقه دي بعد كده، لان هو حلو جدا ومميز جدا. هو بس محتاج شويه وقت. احنا طبعا عارفين ان عصير الفراولة بنجيب الفراولة بنحطها في الخلاط ونحط عليها حبه سكر وميه ويبقى كده خلاص العصير جاهز معايا. دلوقتي لا، هنشوف العصير بطريقة تانية خالص ومختلف جدا، وهيبقى يعني هتحسوا بعد الطريقة دي ان انتم ما جربتوش عصير الفراولة قبل كده او ما شربتوش عصير فراولة قبل كده. فدلوقتي بصوا، انا غسلت الفراولة كويس جدا، يعني انا كان معايا فراولة طازة مش متفرزة. دلوقتي قطعتها مكعبات صغيرة، يعني احنا ما نعملهاش صغيرة قوي ولا نعملها كبيرة قوي، لان هي في الاخر هنعملها قطع، هيبقى في قطع فراولة في العصير، فهنعملها كده مكعبات صغيرة شوية. يعني انا كان معايا حوالي كيلو ونص من الفراولة. طبعا يعني يا جماعة بصوا، دي بنتعامل معاها زي المربى بالظبط، يعني لو في فراولاية شاكين فيها او تكون مثلا فيها حتة بايظة، تكون مثلا ان هي مش طازة 100%، او لازم نحط حاجة كويسة جدا عشان لما تقعد معايا شوية في السوق ما الاقيهاش ان هي باظت او مثلا طعمها غير. يعني نهتم جدا جدا بجودة الفراولة ونظافتها. دلوقتي خلاص يعني ظبط كمية معايا، كان كيلو 32 جرام تقريبا. دلوقتي هحط عليهم كوب من السكر. يعني بصوا، احنا الفراولة هنحط عليها بعد كده جيلي، فاحنا مش عايزين نحط سكر كتير علشان يبقى يعني هي كوباية من السكر للكيلو، فالكوباية دي هشيل منها قد مثلا معلقتين كبار او 3، اللي هي كمية الجيلي اللي احنا هنحطها بعد كده. ودلوقتي خلاص هقلبهم بقى في بعض، يعني انا بحط السكر كده على الوش كله بحيث ان هي تتغلف كلها بالسكر، واقلبها بعد كده كويس. يعني بصوا كل مكعبات الفراولة معايا متغلفة بحبيبات السكر. دلوقتي هغطيها واحطها في التلاجة. يعني احنا ممكن نسيبها من اول ساعتين لحد 6 ساعات، يعني زي كاننا بالظبط بنعمل مربى فراوله. ولو عايزين تحطوها مثلا من بالليل وتبيتوها، بس ما نبيتهاش يعني مش كتير قوي، ممكن نعملها على الساعه 2 3 بالليل زي ما تحبوا، يعني ممكن تقعد 6 ساعات بالكتير. دلوقتي خلاص بصوا، لما انا بحطها في التلاجة وبتغسل الميه، يعني بصوا بتنزل ميه ازاي، فعلشان كده هيبقى طعم الفراوله حلو جدا. دلوقتي هحط عليها كيس فانيليا، يعني 1 جرام، وهحط عليها معلقتين كبار من جيلي الفراولة علشان كمان يديني اللون الأحمر الجميل اللي احنا بنشوفه ده. دلوقتي خلاص هعملها بالهاند بلندر، يعني أنا هعملها بقطع الفراولة، مش هعملها مضروب كلها، فهي دي في الخلاط مش بتنفع قوي، او ممكن لو في الخلاط نحطها يعني نديها ضربة بسيطة صغيرة كده مرة واحدة بس وخلاص، ما نضربهاش كتير عشان تفضل بقطع الفراولة زي اللي بنشتريها من بره. فبالهاند بلندر كده بسيط بعض، يعني اعدي عليها كلها، يعني مش بخليها تتضرب، لا انا بعدي عليها بس كده انزله يضرب الجزء اللي تحت، يعني بسيط كده. يعني انا حطيت الفراوله وبعد كده سبت حبه بسيطه هعملهم بالموز، يعني هعمل فراوله بالموز، قطع موز قطع صغيره برضه علشان تبقى مناسبه لحجم القطعه اللي في الفراوله المضروبه، انزلهم عليها. الفراوله بصوا بقى، انا عايزاكم تتخيلوا طعمها كده وهي معموله بدون ميه خالص، يعني ما فيهاش ولا نقطه ميه، هي كلها يعني قطع فراوله بميه الفراوله نفسها مع السكر والجيلي والفانيليا، وكمان الكوباية اللي بالموز. يعني يا جماعة بصوا حرفيا حلو قوي، ممكن واحد لوحده يعني يخلص الكمية كلها، بجد جميلة جدا. واي حد هيدوقها هيسألكوا على الطريقة وعملتوها ازاي وازاي هي مميزة كده، وهتحسوها كمان احلى من اللي بتشتروها من بره. حلوة جدا جدا، واتمنى انتوا تجربوها وتعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.